السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. هلا بدينا يومنا طبعا بالقهوه. قبل القهوه وصلنا الاولاد وما لحقنا نشرب قهوه في البيت، زيك طلعنا نشرب قهوه. ما بلش، ما بحب القهوه لحالها، القهوه كورتيتو. اليوم كتير في مفاجآت بالفيديو، خليكم معنا طول الفيديو. رجعت لكم من جديد. جيت هلا بدي اتذكرت انه ما عندي شموع، ولازم يعني نساوي شموع وهيك حركات وبركات بما انه عيد ميلاد ياسر اليوم. بقى انا كل بالي عم بفكر هو 33 صار ولا 34، 33 ولا 34. وشفت هدول كثير حلوين للاولاد، لانه هلا كمان جايين عيد ميلاد الاولاد بعد شهر الثالث شهر الرابع ورا بعضهم، بس انا بالعاده بسويلهم اياهم مع بعضهم مشان ما حدا يغار من حدا ويرجعوا نفس الشيء. لقيت هدول الشموع تحت كثير حلوين، يعني في منهم ذهبي والهيك على حمار وفضي. بقى اخذت 34 ومنا حسبهم بالبيت بس اظن 34. قالكم اختيار صار بهذا القسم فيه كل هدول الموديلات والشمعات وهيك شغلات. خدت ال 34 وخلونا نكمل هلا. وانا ماشيه شفت هدول وهي. هلا بحب كثير الخضار وهيك شغلات، بس الطبيعي بصراحه ما بعرف اهتم فيه كثير، وعنا البيت صاير برودة على رطوبة على هيك، لذلك حبيت اخذ شيء اخضر هيك، يعني تغيير شكل. الناس عم تعطس اليوم. هلا هيك حلوين بس ما بعد ما حبيتهم، وهيك كمان حلوين بس ما حبيت هي اللي هون. والصغار عندي صغار مع انه لونها كثير حلو. شو رايكم؟ نجي بناخدها غير يوم وهي كثير حبيتها، بس يعني وين الورود؟ كل يوم عنا ورود، بس عن جد في شي حلو هيك للشموع والشغلات والعملات للديكورات. ان شاء الله الله كريم. في كذا موديل. هاي نفس اللي اخذتها، بس ما بعرف اذا نفسها ولا غيرها. دقيقة مشان ما، لا والله غيرها. شو رأيكم؟ هي أحلى ولا هديك؟ شوفوا هاي وشوفوا هاي، حسيت هاي أحلى. رح أخذ هاي ولا هديك، ولا احترت، بس هاي لونها هيك. رح فكر، بس قولكم اكتبوا لي هديك أخذتها ولا هاي، واحد ولا اثنين هديك واحد وهاي اثنين. على أساس طالع أشتري أغراض لعيد الميلاد، كل شوي بشوف هدول. أنا الأكواب عشقي، بس المشكلة شو؟ لا بتلاقيهم سماك، لا بتلاقيهم هيك كمون كبير بس طلعوا هذا ما شاء الله. هذا شتوي يعني، مشان هيك، مشان إذا تاخذوا صورة شتوية. وهذا الخروف ما أحلاه. هذا ما نشوفه تايم، الله وكيلكم يمكن يسكب فيها شوربة. مهلا صار صحون من تحت وأكواب من فوق، بس ما في شي هيك يعني محروف أو شي رقيق وفرد وقت. لا كبار كبار لا صغار لحد هلا ما لقيت يعني فنجان يعجبني على التمام، على التمام والتمام. هذا الصحون للشوربات كمان حلوين. في كتير شغلات حلوة، ما بعرف، محتارة. هذا القسم المحبوب لدى الجميع، الأطفال والكبار والصغار. شو بدي لكم شغلة بالكامبو دائما فيها شغلات عربية، اوكي، بس لا تدوروا يعني مثل هذا مكتوب عليه بالعربي، ما بكون في. هلا بشكل عام كله فيه جيلاتين يعني، بس حسب في منه، بس هذا كتير طيب. يعني اللي عم دوروا هيك شغلات لاولادهم بخصوصي هون بخافوا من هيك شغلات انه يكون فيها خنزير او هذا، في هدول الخضر كلهم اكتريتهم ميرا عطول بجيبهم للولاد، يعني للولاد ها، يعني الي للولاد يا جماعة. وفي هاد كمان، هذا القسم الاخضر كله تقريبا. من شوي لما اشتريت لي شموع، هو ياسر جاي معي على فكرة يعني، بس كل شوي الله طلع وما بعرف وين راح هلا. لذلك بما انه راح كل شوي بقول له ياسر روح جيب كذا، ياسر ذكرت في شغلة هونيك نسيت عدينا منها ما جبتها. هاي قسم الشوكولا كمان، روح جيبها. خبيت لي شموع، بس هلا وقت الدفع شو بدي ساوي؟ وين بدي ابعته؟ منيح هلا بندفع على الهي. شو كان بدي لكم كمان؟ هلا رح اخذ الاغراض كلها، بدي اخذ كريمه لانه بالعاده هون ما في قشطه مثل البلاد العربيه مثلا او شغله، لذلك بدي اخذ كل هالاغراض واساوي مثل قشطه على ايدي يعني بالبيت. وان شاء الله اسوي حلاوه الجبن معكم بس ارجع على البيت. هذا البسكوت كمان كثير طيب، بس ما بعرف اذا اخذه ولا لا، يلا باخذه. اكثر منتجات الكامبو برجع بعيدة انه هي منتجات مكتوب عليها بالعربي، ما بعرف حس صاحب الكامبو هو عربي او هيك شغلات.
المهم نرجع لحديثنا. رح سوي حلاوة الجبن، يمكن صورت لكم اياها، ما بعرف اذا بلحق اصور او لا. ورح سوي بسكوت بالنسكافيه، انا هيك مسميته بس الاكتريه بسموه تيرمسيو ما بعرف شو. خليكم شوي على العربي معلش، يعني تحضروا بشغلات تانية يا جماعه، مو باسماء الشغلات. ورح سوي كم شغله بصوركم اياها ان شاء الله، والمساء هيك يكون الاحتفال جماعي. وهالسنه رح ساويها يعني عاديه جدا، لانه الوضع لا يسمح بشراء الكثير. بس يعني المهم الواحد يعني يتذكر عيد ميلاده، مع انه هو كثير بزعل انه كبر سنه. قال بلي ختيارتك كبرت سنه، بس وين اختفى ما بعرف وين راح. على كل حال خلوني اكمل شري الاغراض وبرجع لكم. لقيته ليش ما جبت لها هي العصير هداك؟ لسه ما لقيت، عم بدور عليه. خليك عم تدور. كيف المول معك؟ كيف الاجواء والشغلات؟ شو بعرفني، عم بشوف شغلات غريبه الله وكيلها. شو شغلات غريبه؟ واحد اخذ كيس يوسفي شبكه، فتحها، راح وقفهم على الزاويه بالعربيه، جاب كيس عادي، عبى منه شوي انه اخذه من هون. ايوه اخذه من هون عن جد؟ والله العظيم يولي. هلا هون في مطرحين، هذا بكون اسعاره ارخص من هذاك محل الخضره هونيك. بقى بقول لي رح جاب هون كيس من هونيك. يورو 19 سنت هون. عادي بتمشي. هذاك حقه يورو 80. هذا متعود. يورو 80. يلا بنرجع لكم يا جماعه، لانه هون كثير زحمه، مشان ما يحسبونا عم صورون او شيء. ومرحبا من جديد، رجعنا هلا واخيرا بعد ما تعذبنا كثير. جبت هديك بالاخير، هلا فرجيكم اياها قريب. وهي قناة الحليب طالعتهم، بس قلت لا بشارككم شو اشتريت. بصراحه اشتريت شغلات بسيطه بس لليوم يعني، مشان بس حسيت حالي انكشفت، بس يعني بتلاقي حلو ما له خبر لا الصراحه. اشتريت هذا للمطبخ، يعني من زمان مشتري اشتريه، بس في منه مثلا علب، في منه شغلات. لا قلت هذا بيكون الاصفر احلى هيك، بحسه بيعطي موديل وشغلات وحبشكلات. هلا كمان مركبه افرجيكم اياه. وهذا شاركتكم اياه كمان، كثير طعمته طيبه، وقلت لكم منتج عربي 100%. كثير طعمته طيبه، وطيب الصبح مع القهوه وهيك شغلات. وشو اشتريت كمان؟ هلا اشتريت هاي، بس ما بعرف بصراحه، اول مره رح جربها، بدي اجرب وحده. يعني بحب اجرب شيء غريب، وما غاليه كانت بصراحه. هي بقولوا شكلها مثل البندوره، بس طعمتها كيف ما بعرف، بس كثير دبقه ما بعرف ليش. تيجي هيك سله، عجبتني السله الصراحه. انا دقيقه خصله وبرجع لكم. دقيقه ما بدي اظلم ولا حد، ولا طعمتها لا شكلها غريب، وقلبها من جوا شوفوا شلون، ما بعرف يعني. هلا طعمتها مو مكروهه، بس ملمسها هيك زبلطه. مين ضايقه اكتبوا لي بالكومنتات. المهم اشتريتها هي بصراحه هي شو اسمها، للترمسيو على قولتكم، او للبسكوت، بس انا بدي اخلطها مع شيء تاني واحطها بقلب حلاوه الجبن، كثير بتطلع طعمتها طيبه، بما انه ما عندنا قشطات وهيك شغلات. حتى هي جبت الكريمه مشان اخلطها معها، بخلطها كم شغله تانية خليكم اياها هلا. وجبت فريز كلياتهم عادي، طعمته طبعا بتجنن. وبما انه كل العالم شفت الحليب المكثف، او مثل ما بنقول النسله، بتكون علبة كثير كبيرة، او علبتها حديدة بتيجي تنفتح هيك، وانا لما بجيبها بفتحها هيك بصراحة اوقات بتخرب عندي، لانه ما بستعملها كثير. لذلك جبت هاي، قلت هي مثل الماسورة، باخذ الكمية اللي بدي اياها والباقي بسكره وبحطه بالبراد وخلصنا. واللي عايشين بمدريد او باسبانيا بشكل عام، هذا الرز البسمتي، هو من نوع البسمتي بس اسمه طاهي. كتير ممتاز على الطبخ وريحته بالجنن. جبت نص. هلا بتقولوا ليش ما جبت الكيلو كامل؟ لانه انا ما بحتاج الكيلو كامل، وبصراحه ما عندي منظمات لحطهم فيها. بعد ذلك ببقوا بالكيس وبعدين يعني اطبقهم هيك شغلات، بطبخهم فورا. جبت كمان هدول المحارم مشان تعرفوا للسهوله يعني، وخصوصي عنده اطفال، هدول المحارم لازم ينقطعوا من عنده تبعات التنظيف. هو منظف بشي تاني اكيد، بس يعني جبت هدول الشموع، ريحتهم بتجنن عن جد بتجنن. مين من محبين الشموع؟ انا كثير بحب الشموع الصراحه. جبت هاي نوعيه الموزاريلا كمان مشان حلاوه الجبن عندي انا، بس قلت لك كمان.
وهي كثير ملمسة كثير 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 حلوة، جبتها لمسح التلفزيون وهيك الشغلات يلي، لأنه عندي واحدة تانية بس بحسها بتجروح غير هاي. ولياف، حتى اللياف يا جماعة، اللياف يا جماعة إلهم أنواع، يعني هدول ما بعرف ليش مخترعينهم، قال هدول للطوايات وللإزاز مشان ما يجرحوا. أهم شي ديروا بالكم ما تجرحوا حدا. هدول فرجتكم إياها في المول، برجع أفرجيكم إياها. هدول مثل ما قلت لكم منتجات يعني تقريبا عربية، هي ما عربية، إنتاج هذا بس مكتوب عليها يعني. صراحة أول مرة قد صار لي بإسبانيا، تقريبا راح يصير لي 7 سنين، أول مرة بشتري مساكة. الله يذكرها أمي الله يذكرها بالخير أمي، خلي لي إياها، كانت خيط لنا إياهم هي، يعني نحن بالنا بحاجة، ولما جيت لهون كان عندي منهم، يعني خيطت لي منهم جايبتهم، وبعدين صرت استعمل شغلات عادية يعني، بما إنه بتعرفي هون طبخاتنا كثير اللهم صل على النبي. صراحة كنت أطبخ كثير، هدول اللي خبيتهم وحسيت التمحوا يعني صار في شكوك في الموضوع، لذلك لحد هلا مسوي حالي ماني مهتمة يعني. وهذا كمان شفتوهم لما كنا في المول، من المول الأول للمول الثاني اللي هو المركادونا، اشتريت هاي البسكوت اللي كثير بحبها، وبعدين اشتريت هذا المعطر ريحته بتجنن، اسمه لوف، بنصحكم خدوه من مركادونا، عن جد ريحته كثير كثير طيبة، ومكين العطور وهيك شغلات المعطرات والشغلات تقريبا. وعديت على الحليات جبت هدول، بس بعد ما جبتهم ندمت للصراحة لأنه لونهم أبيض. بشوف بستعملهم لشي شغلة تانية. هدول جبت لهم اياها للأولاد بس رح خبيهم هلا. جبت هدول كاسات ما بعرف لشو الصراحة، بس حبيت موديلهم. وجبت هدول الأضواء، هدول إضاءة كثير حلوين، هيك بجلولو هيك سعرهم مكتوب سعرهم 200 يورين و75، كثير حلوين لأشوفهم بحطهم. وبس هدول رح خبيهم دقيقة قبل لأنك تشوفني، بس يعني خلينا نساوي حالنا ما لنا خبر. المهم يا جماعة هلا رح نضب هدول كلهم، رح نضبهم وارجع لكم نسيح الجبن مع بعض ان شاء الله، ونساوي الترتيبات مع بعض المساء. بصراحة ما في شغلات كتيرة يعني، بدي احط فواكه وموسي على قلب كيك كمان رح نروح نجيبهم مع بعض بعد شوي. وشو كمان قلت لكم، البسكوت بالنسكافيه او الترمسلو اجلته هلا لانه بصراحة يعني هيك يعني في كيك وحلاوة الجبن وحلويات وفواكه هيك يعني عالضيق بيناتنا يعني مثل ما بنقول. بقى لذلك انتو اكتبوا لي شو اكتر شي بتفضلوا بالايام الميلاد. هلا نحن بالعاده بنساوي بيتزا، بنساوي كبده مقليه، بنساوي تبوله، بنساوي هيك شغلات يعني، بس بصراحه ما في حدا يعني ما في غير عيلتنا، لذلك انه ما رح اكتر. هاي اول شي. وتاني شي حسب ظروفه كل واحد يعني في اللي يساوي، يعني في ناس الحمد لله يعني يمكن في ناس ما بتسوي عيد ميلاد من الاساس، وفي ناس مساوي قالب كيك وهيك شغلات. هلا بالعاده انا الكيك بسويه بالبيت للصراحه، او بجيبه من المول كيك نورمال، بس هالمره وصلت على توصي. هلا بس روح اذا سمحت لي صور المحل بصور لكم اياه كمان وبشوف. بس انا اكثر شيء كنت بفضله بعيد الميلاد المعجنات والتبوله للصراحه، بس يعني الكيك اخر شيء لانه بعرف حالي رح اكل كيك، بس لازم امن على المعجنات والتبوله وهيك شغلات. لذلك خلوني هلا اروح اضب هدول وارجع لكم.